عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شم النسيم. احنا دلوقتي في قلب الجمال في حدائق المنتزه بالاسكندرية، جايين ننقل لكم الاجواء في يوم من اجمل ايام السنة، مليان بهجة ولمة عيلة كل سنة، وكل اخواتنا المسيحيين بخير. حدائق المنتزه مش بس مكان للراحة، لكن مكان للتنزه والاستمتاع بأجواء شم النسيم. شايفين الحديقة جميلة قوي، الأشجار والمساحات الواسعة اللي بتخلي الناس يتحركوا براحتهم. كتير من العائلات بيقضوا وقت ممتع في اللعب وسط المناظر الطبيعية الخلابة. بالنسبة لسعر تذكرة الدخول 50 جنيه، وبرغم ارتفاع سعر التذكرة الناس جاية من كل مكان اليوم ده. طبعا ليه طقوس خاصة جدا، الفسيخ والرنجة بقى. كل العائلات بتروح الحدائق في اليوم ده علشان ياكلوا فسيخ ورنجة ويقضوا وقت ممتع بره ضغوطات الحياة. بمجرد ما بتدخل الحديقة كده بتحس انك دخلت عالم تاني، اشجار وقصور تاريخية. كل الناس جاية تحتفل على طريقتها، ناس جاية تفطر وناس جاية بتلعب مع اولادها، وناس جاية تستمتع بالهدوء وجمال الطبيعة. لو أول مرة بتزوروا المنتزه لازم تعرفوا إنها من أجمل وأقدم الحدائق الملكية في مصر. اتبنت في عهد عباس حلمي الثاني، وكانت مصيف للعائلة الملكية، يعني التاريخ والجمال مجتمعين في مكان واحد. مساحة الحديقة كبيرة جدا والمكان مريح جدا. كنت صورت معاكم فيديو قبل كده في المنتزه في عيد الفطر، وكانت الأجواء جميلة. والنهاردة طبعا بنصور يوم شم النسيم، ليه رونق تاني، فرحة الناس مختلفة والتجهيزات كمان مختلفة. الأطفال مبسوطين وبيلعبوا في تأجير عجل، وفي جولف كار تقدروا تلفوا بيها كل الحديقة. شم النسيم اليوم ده ليه أجواء تانية خالص مختلفة. اخترنا نعيش الأجواء دي مع حضراتكم في مكان يستحق يكون واجهة مش بس لأهل اسكندرية، ولكن لكل زائر بيحب الطبيعة. شايفين قد ايه الأجواء جميلة جدا داخل حدائق المنتزه. في طبعا العديد من الناس موجودين للاحتفال باليوم ده. طبعا يعني اليوم ده بيكون اجازة، وعشان كده كل الناس بتنزل تحتفل وتقضي وقت ممتع داخل الحدائق. الترام اللي موجودة امام حضراتكم دي ترام المنتزه، والمفروض انها كافيه يعني على شكل ترام، ولكن انا مش شايفة في اي كافيه خالص. هي موجودة كده شكل الترام، في تقريبا 3، في 2 هنا على الجانبين وفي واحدة هناك بعيدة. ده شكل الترام اللي موجودة داخل حدائق المنتزه. حديقة المنتزه موجودة في أقصى شرق اسكندرية، وهي من الحدائق الملكية الشهيرة. مساحة الحديقة أكتر من 370 فدان. بعد تطويرها طبعا بقى فيها بحيرات صناعية وشلالات، من أجمل المناطق بالحديقة، خاصة مع مساحات اللاندسكيب والبروجلات الشجرية المنتشرة بالحديقة. موجود كمان فنار المنتزه، قصر المنتزه اللي كان مقر الاستراحة الصيفي للخديوي عباس حلمي، يعد أهم القصور الملكية في مصر. تم إنشاء حدائق المنتزه لحوالي 130 سنة. كان أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني قرار بإنشاء حديقة كبرى بمحاذاة شاطئ البحر، وأمر بإنشاء قصر جميل وهو قصر السلاملك. واللي قام بإنشاء القصر هو مهندس يوناني اسمه ديمتري، قام ببناء القصر على الطراز النمساوي. وفي عهد الملك فؤاد الأول والملك فاروق تم إضافة إنشاءات للحديقة زي قصر الحرملك التاريخي والسوبر الملكية وكشك الشاي والفنار. واعتبرت الأسرة العلوية الحديقة مصيف رئيسيا للأسرة المالكة حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952.
تم فتح أبواب الحديقة للمواطنين الاستمتاع وقضاء أوقات الفراغ والاستجمام على شواطئها. طبعا شايفين قد ايه الناس موجودة في الحديقة بيستمتعوا بالأجواء، أجواء شم النسيم في حدائق المنتزه. بعد تطوير المنتزه تم إنشاء بحيرات صناعية و3 شلالات من الأحجار الطبيعية على مساحة 31 ألف متر مربع. طبعا هنشوف كل ده دلوقتي. البحيرات شكلها جميل جدا وتنفع جدا للتصوير والسيشن. كل ده هنشوفه من خلال الفيديو، خليكم معانا استمتعوا بأجواء شم النسيم. وصلنا هنا للبحيرات الصناعية اللي كنت بقول لحضراتكم عليها. طبعا المنظر جميل جدا. البحيرات دي ما كانتش موجودة قبل كده، طبعا تم اضافتها بعد تطوير المنتزه. شايفين الجمال قد ايه. في طبعا البعض رافض فكرة التطوير وكان حابب شكل المنتزه بشكلها القديم، ولكن يعني احنا برضو مع التطوير الشكل اختلف تماما. المنظر بقى جميل جدا. هنا ينفع تصوير سيشن وتصوير طبعا لصور تذكارية. لازم الحديقة يكون فيها اختلاف، أماكن كتير بتضم أشجار وطبعا مساحات كبيرة من الخضرة، وبرضو يبقى في مساحات من البحيرات الجميلة الصناعية اللي قدامنا. وفي كمان موجود شلالات زي ما قلت لحضراتكم، وصورناها قبل كده مع بعض في الفيديو اللي فات، فيديو اللي كان في عيد الفطر. ودلوقتي برضو بنصور الأجواء جميلة جدا، أجواء شم النسيم. التصوير ده طبعا يوم 21 إبريل، يوم شم النسيم. حبيت تيجوا معايا جولة في حديقة المنتزه عشان نشوف الأجواء الجميلة. طبعا اليوم ده بيكون ليه طقوس خاصة زي ما قلنا. طبعا هنا في ناس كتير بتستمتع على الكوبري الخشبي ده، وطبعا الأجواء حلوة جدا. بصوا جمال البحيرات والأشجار اللي موجودة والورد اللي حوالين البحيرة، المنظر حلو جدا. موجود كافيهات كتيرة في المكان للناس اللي حابة تقعد في كافيه، وفي كمان اكتر من فندق في المنتزه، فندق بلس وفندق السلاملك وفندق ريكسوس ناريمان اللي بدل فندق عايدة. وفي السوبة الملكية ليها دخول خاص لوحدها، سعر تذكرة الدخول 25 جنيه. وطبعا كشك الشاي اللي تبع الملك فاروق ليه رسوم دخول ب50 جنيه غير طبعا تذكرة الدخول. كشك الشاي حلو قوي وكان بيقعد فيه الملك فاروق، وزي ما هو الكشك مفيش فيه اي تطوير. بنتابع مع حضراتكم كل ما يخص اسكندرية من مشروعات اسكندرية واحداث كتيرة بتحصل في اسكندرية، ولكن النهاردة حبينا نخرج شوية من المشروعات ونصور اجواء جميلة عن طبعا شم النسيم. زي ما حضراتكم شايفين في ناس كتير جدا موجودة في الحديقة بيستمتعوا بالاجواء. لو حضراتكم من المهتمين بكل الأحداث اللي بتحصل في اسكندرية، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. حبيت اصور معاكم الاجواء من حدائق المنتزه واخدكم في جولة وفسحة حلوة جدا للاستمتاع بالاجواء اثناء طبعا شم النسيم. شايفين قد ايه المكان جميل جدا. تعالوا زوروه واتفرجوا على الجمال بعد التطوير. طبعا زي ما قلت لحضراتكم سعر تذكرة الدخول 50 جنيه، وفي كمان تأجير عجل زي ما واضح كده في الصورة. طبعا هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، هشوفكم في فيديو جديد. باي باي، وكل سنة وكل المصريين طيبين.